أعزائي المشاهدين، مشاهدي فضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج المطار. النهاردة حلقتنا هنخصصها للمؤتمر الإقليمي الرابع والخامس دوليا لمكافحة الأمراض بين الركاب وفي المطارات. النهاردة طبعا زي ما احنا عارفين دايما عندنا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واللي هنتكلم بيها عن الخبر اللي هو الخاص بالمؤتمر الإقليمي الرابع والخامس دوليا لمكافحة الأمراض في المطارات وبين الركاب. تاني فقرة دايما عندنا هي فقرة اللقاء مع مسؤول، والنهارده برضه هيكون من داخل المؤتمر الإقليمي الرابع لمكافحة الأمراض في المطارات وبين الركاب. أما آخر فقرة فهي دايما الفقرة الخفيفة عندنا واللي كلنا بنحبها وبنستناها، وهي اللقاء مع السياح واللي بنتعرف من خلالها على رأيهم إيه في بلدنا. بفكركم بإيميل البرنامج اللي ظهر على الشاشة، المطار770@gmail.com. مستنيين طبعا كل اقتراحاتكم وتساؤلاتكم على إيميل البرنامج. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معانا وتابعونا وحلقة جديدة من برنامج المطار. يا حبيبتي البعد نار، قلبي داب من الانتظار. الشمس تطلع كل يوم وانت غايبة للنهار. انت فين والحب فين؟ قلبي دايب من سنين، لسه بيدور عليكي، نفسي اشوفك ثانيتين. انت مش زي الجميع، بسمتك لون الربيع، ضحكتك تجري في دمي، تبعدي انا مش حبيب. انت مش زي الجميع، بسمتك لون الربيع، ضحكتك تجري في دمي، تبعدي انا مش حبيب. نبض قلبي ونسي من نسيمة انا بحرسي، وانت غايبة عن عيني كل ثانية بلمسي. ودلوقتي جمعنا مع فقرة الأخبار المحلية والعالمية. للمرة الأولى مصر تستضيف المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة انتشار الأمراض بالتعاون مع الإيكاو. أقامت وزارة الطيران المدني تحت رعاية وزير الطيران كابتن حسام كمال المؤتمر الدولي للإيكاو تحت عنوان المؤتمر الدولي الخامس والإقليمي الرابع لمنع انتشار الأمراض بين المطارات كابسكا، والذي أقيم في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2014. شارك في الافتتاح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، وكابتن طيار حسام كمال وزير الطيران، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والسيد محمد خنجي مدير المكتب الإقليمي للإيكاو بالشرق الأوسط، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والصحة، ونخبة من الخبراء في مجال الطب الوقائي والطيران، وبمشاركة 130 متخصصا من مختلف دول العالم. كما ضم الافتتاح عددا من الإعلاميين المهتمين بصناعة الطيران. ومن الأخبار الخفيفة عندنا النهاردة السيارة الطائرة إيربايل تتحول إلى حقيقة في فيينا. كشف مؤتمر للاختراعات عقد بالعاصمة النمساوية فيينا مؤخرا النقاب عن نموذج للسيارة الطائرة، وهو يعد النموذج الأكثر تقدما حتى الآن، وهو عبارة عن سيارة طائرة تشبه تصميم قمرة القيادة في السيارة الجديدة إلى حد كبير سيارات السباق، وتحمل اسم نفس الشركة وهو موبايل، حيث تبدو الأجنحة التي تطوى إلى الخلف كجناحي ذبابة التنين. كما تبدو السيارة وكأنها خارجة من أحد أفلام الخيال العلمي. وتم تصميم السيارة الطائرة على أساس السيارات العادية لتكون قادرة على الوقوف في أماكن السيارات، مشيرة إلى أن محركها يمكنها من الذهاب إلى أي محطة وقود. ويسعدنا من خلال المؤتمر الإقليمي الرابع والدولي الخامس أن يكون معنا الدكتور صلاح التونسي رئيس الإدارة الطبية بوزارة الطيران المدني. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي فندم. طبعا النهارده مصر دايما في مركز الرياده. النهارده لرابع مره، الثلاث مرات كانوا قبل كده يا دكتور كانوا برضو على ارض مصر ولا كانوا فين؟ الثلاث مرات اللي فاتوا الدورات الاقليميه اللي فاتت كانت كلها تمت في القاهره،
وكانت الدورات مثمرة جدا، لأن كان لسه الكابسكا في بدايتها. الكابسكا مشروع مخصص من منظمة الإيكاو العالمية علشان نمنع. كابسكا ده اختصار لإيه بالظبط؟ يعني اختصار لحاجة معينة؟ الاختصار اللي هو المؤتمر الإقليمي الرابع والدولي الخامس، برنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني. فبيتكلم على موضوع مهم جدا في الوقت الحالي، اللي هو مكافحة انتشار الأمراض المعدية في النقل الجوي. وإن احنا بالذات الفترة اللي فاتت دي كان عندنا مرضين كانوا مهمين بالنسبة لنا جدا. المرض الأول كان متلازمة تنفسية للشرق الأوسط اللي هي كورونا الشرق الأوسط، وكانت أهميتها أنها كانت انتشرت في المملكة العربية السعودية. وإحنا كان عندنا الفترة اللي فاتت دي موسم العمرة وموسم الحج، بجانب الأجازات، موسم الأجازات للعاملين في المملكة العربية السعودية. فكان موضوع مهم قوي أن احنا نحد من دخول هذا المرض لجمهورية مصر العربية. والموضوع الثاني الموضوع الحدث والساعة، موضوع مرض الإيبولا اللي موجود في بعض دول أفريقيا. ونفس معلش يا دكتور، هو المؤتمر ده بيناقش كيفية مكافحة الأمراض بين الركاب وفي المطارات، ولا بين الركاب عن طريق طبعا النقل الجوي؟ يعني عايزة أقول حتى في المطارات برضو بيتم مناقشة الأمراض المتاحة الموجودة في المطارات عموما في العالم. هو طبعا الأمراض المعدية بتتم مكافحة دخولها للبلد عن طريق عدة جهات: وزارة الصحة، المطارات، شركات الطيران، وسلطة الطيران المدني. دي الجهات المعنية بمكافحة دخول أو انتشار الأمراض، وطبعا تحت مظلة ومساعدة الجهات الأمنية. طبعا متهيألي كل الجهات دي المرة دي هي المشاركة بالفعل، وزارة الصحة، وزارة الطيران المدني مشاركة في المؤتمر ده. طبعا وزارة الصحة ووزارة الطيران المدني مشاركة. احنا كان عندنا حفل الافتتاح أمس، كان تحت رعاية معالي وزير الطيران المدني، وكان مشرفنا معالي وزير الصحة، وكان مشرفنا معالي وزير البيئة. ودي أكتر 3 جهات معنية بهذا الحدث. كمان يمكن من اللي شفت النهارده ان في طبعا تصريح لوزير الصحه ان في 40 هيبقى 40 ماسح و212 جهاز قياس حراره على بعد. طبعا هي دي وزارة الصحة هي المنوط بيها تعميم إجراءات ومكافحة الأمراض المعدية وتطبيق إجراءات الأمراض المعدية. الحجر الصحي بيتبع وزارة الصحة، وهو المنوط به أنه بيبلغ أو يتعامل مع أي حالة إحنا شاكين فيها أنها تكون مصابة بإحدى الأمراض المعدية. وزارة الصحة هي ليها السلطة والعمل على أجهزة المسح والاكتشاف المبكر لارتفاع درجات الحرارة. يمكن برضو نقول مثلا بقالنا فترة طويلة، الأول المرض الخطير اللي هو الخاص بجهاز الالتهاب التنفسي اللي هو سارس، بعدها جه طبعا انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، وبعديها من شويه كان الايبولا، واخيرا لا الكورونا، واخيرا دلوقتي الايبولا. لو نشوف بقى يعني كسلطه طيران مدني او كوزاره الطيران المدني، اهم يعني اللي انتوا عملتوه في الفتره اللي فاتت دي علشان نقاوم الامراض دي، وخصوصا طبعا دلوقتي الايبولا. في خطة مكافحة موجودة، خطة مكافحة معلنة من وزارة الصحة على درجة عالية جدا من الكفاءة، بتطبق في المطارات وبتطبق في النقل الجوي. في ترتيبات مستمرة بين الجهات المعنية، في مشاورات ولجان بصفة مستمرة عشان نطلع دايما بورق عمل مشترك بين الجهات المختلفة، عشان نقدر نطبق التعليمات اللي طلبها إذا كانت منظمة الصحة العالمية أو منظمة الطيران الدولي في هذا الشأن. كمان بتكلم عن الايبولا بالذات، طبعا هي منتشره قوي في القاره الافريقيه، بالذات في غرب افريقيا. بتعملوا احتياطاتكم في الطيارات اللي جايه من الجهات دي؟ بيبقى ليها تفتيش خاص اكتر؟ احنا ما عندناش طيران مباشر بيننا وبين احدى الدول اللي موجوده في غرب افريقيا اللي فيها انتشار الامراض. عندنا من دولتين بس في رحلات غير مباشره، بيتم تطبيق اجراءات الوقايه على الطيارات دي بصوره مستمرة. احنا كنا قاعدين في اجتماع موسع بين القيادات، وكان يحضره معالي وزير الطيران المدني ومعالي وزير الصحة، واتفقنا على الإجراءات المتبعة في هذه مع الطيارات اللي جاية اللي فيها كونكشن، اللي هي مش دايركت فلايت.
ايه اهم الاجراءات المتبعه من ضمن يعني اللي بيتم التعامل معاها من الطيارات الجايه من هذه المناطق؟ اول حاجه ان الفلاين كرو اللي بيبقى على درايه عاليه جدا ازاي يكتشف حاله او يشك في حاله يكون فيها اي اعراض من الاعراض بتاعه الايبولا، بيبقى مدرب جدا ان هو يبلغ برج المراقبه لو حصل شك في اي حاله زي دي. الحجر الصحي بيبقى مثلا ازاي يا دكتور ارتفاع درجه حراره، حاله اعياء، بيحصل ايه للمريض اللي هو مصاب بكده؟ بيتم انه يتشك فيه وبالتالي بيخضع انه يتودع للحجر الصحي او يروح للحجر الصحي. اولا انا عايز اطمن ان لازم يكون المريض عليه اعراض علشان ينقل المرض، فده بيبقى من الصعب جدا انه يخرج من البلد السفر وهو عليه الاعراض دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو هو كده كده نطمن اللي عنده المرض ده مش هيقدر يتحرك ويجي اساسا. تمام. دي صعب جدا. تاني حاجه انه مش ممكن وقت الطيران مش كافي ابدا انه يعدي فتره الحضانه بتاعه المرض، فمن الصعب جدا برضو ان يكون معدي وهو على الطياره. انما احنا بنقول دايما ان احنا ناخد بالنا من الاعراض، ارتفاع درجه الحراره فوق 38 درجه، لو في قيء، اعياء شديد، اسهال، دي كلها اعراض من الاعراض الركب الطائر اللي بيبقى واخد باله منها عشان لو حصل اي عرض زي دي يبلغ عليها. الحاجة التانية ان الطيارة وهي بتنزل في مكان مخصص ليها، بيعمل لها الاجراءات التطهير بعد نزول الركاب. الحجر الصحي بيستقبل الركاب علشان برضو يبقى وسيلة كشف مبكر لو في اي حالة شاكك فيها. لو في اي حالة شاكك فيها في مستشفيات، مستشفى الحميات بتبقى منتظرة، في عربية الإسعاف بتبقى موجودة. لو في حالة شك فيها بتتنقل مباشرة على سيارة الإسعاف للمستشفى. هل بالفعل تم يعني لا قدر الله حالات فعلا اشتبهت فيها وطلع فعلا عندهم المرض، ولا الحمد لله كله امان؟ لا الحمد لله ما عندناش ولا حالة خالية من أي مرض من أمراض الإيبولا الحمد لله. طبعا بنطمن الناس كلها ان مصر خاليه طبعا لغايه دلوقتي، دايما يا رب على طول تبقى خاليه من كل الامراض. شكرا لحضرتك يا دكتور، ميرسي، نورتنا على الشاشه الفضائيه. الف شكر. شكرا يا فندم. Hello and welcome in Sharm el-Sheikh. Thank you very much. We've had a wonderful time. Tell us about your vacation here. You come as a vacation or We came as a vacation for 2 weeks and it has gone too quickly. We have really enjoyed it, very relaxing and doing things whenever we want to do, and we've thoroughly enjoyed it. What made you interested in visiting Sharm el-Sheikh? We have been twice before and we really So this is the third time? Third time we've been, and we will be back. I'm not sure when, but we will be back again. Did you visit any governorates except Sinai? We just went over to Terran Island and that was wonderful, the trip we had there. I actually went into the sea. I'm a non-swimmer, so I went into the sea for the first time and I really enjoyed it. They helped me to get into the water and made me feel a bit more confident in the water, and it was just lovely, brilliant. So this is the third time for you, right, in Sharm el-Sheikh? Yeah. What are the difference you recognize it or you note this time? I think everyone's very friendly. Well, each of the places we've been to, they've been all different, but they've all been very friendly people, and I think that's what makes the holidays, everyone being so friendly. Do you think that we have enough security system in Sharm el-Sheikh, especially? I think there is, yeah. I felt very secure. I didn't have any worries about going anywhere. We went outside the hotel and we felt fine, no problems at all. So what about the news in London, or have you heard bad news about secure in Egypt? Or I have heard about the security in Egypt, but it hasn't never put us off. We thought if anything's going to happen, it's going to happen. We're just going to come over here and enjoy ourselves, no matter what. Do you have any negative impression? No, definitely not. Definitely not. I want one word or sentence facing to the camera about Sharm el-Sheikh, especially in Sharm el-Sheikh.
I really enjoyed my stay here, and I would advise anyone who would like to come to please visit it. It's really enjoyable. You can have a relaxing time, and it's just so wonderful. The views, the scenery, everything, the sea, the fish. It's absolutely wonderful. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Bye. Thank Bye. وبسرعة وزي كل مرة خلص وقتي معاكم النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا وكمان استمتعنا مع بعض. النهاردة طبعا كانت الحلقة مخصصة للمؤتمر الإقليمي الرابع والخامس دوليا لمكافحة الأمراض والأوبئة بين الركاب وفي المطارات. طبعا عرفنا من خلال المؤتمر ده ازاي ممكن يتم مكافحة الأمراض، خاصة مرض الإيبولا المنتشر بالذات في غرب أفريقيا. بفكركم بإيميل البرنامج اللي ظهر على الشاشة، المطار 770@gmail.com. مستنيين طبعا كل اقتراحاتكم على إيميل البرنامج. استنونا الجمعة الجاية وفي نفس الميعاد والجديد على المطارات والسفر وبرنامج المطار. باي باي.